ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. لو عازمين صحابكم او حبايبكم على الشاي ومش عايزين تقدموا معاه حاجة تقليدية، كمان عايزين تقدموا حاجة تبقى سهلة وسريعة ما تاخدش وقت، بمكونين اتنين بس، وكمان تكون صحية وما بتخشش الفرن ولا اي حاجة من الحاجات دي، يبقى لازم تجربوا التمر بالسميد ده. بجد خطير، طعمه تحفة. كل اللي هيدوقه بجد هيعجب بطعمه جدا، شكله كمان وريحته بجد خطيرة. كمان بقى مش حاطين فيه ولا زبدة ولا سمنة ولا عسل ولا اي حاجة من الحاجات دي. سهل وخطير وطعمه بجد حلو قوي. لازم تجربوه مع كوباية شاي. لو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس واعملوا لايك للوصفة. ويلا بينا نبتدي. اول حاجة عندي في طاسة غير لاصقة هحط كوباية من سميد الخشن بتاع البسبوسة، وهقلبه كده على نار هادية جدا لمدة 3 دقايق بالظبط، لغاية لونه ما يتحول من الفاتح كده للون غامق ذهبي. بس اوعي يتحرق منكم، عشان كده هنهدي النار خالص وهنقلب كل شوية علشان ما يتحرقش معانا. بعد كده ما خلاص وصلنا للون المطلوب، هبدأ بقى افضي في طبق كبير كده، وهضيف عليه بقى رشة ملح صغيرة جدا ورشة من الهيل او الحبهان. بجد التمر بيعشق الهيل والقرفة، فلو انتم مش حابين تحطوا اي اضافات براحتكم، بس هي بجد بتغير طعم الحلوة دي، بجد بتبقى طعمها رهيب. هقلبهم مع بعض كده كويس. بعد كده انا عندي كوباية من معجون التمر، دخلتها الميكرويف كده مع معلقتين كبار من اي زيت انتوا بتستخدموه، ممكن زيت جوز هند. وبعد كده اول ما طري ما تخلوش على الميكرويف جامد عشان ما يتحرقش منكم وينشف، مدة 30 ثانية بالظبط. ويحطوه بقى كده على السميد وابدأوا كده اعجنوا لغاية ما تبقى تكوروه كده كور بالطريقة دي. بعد كده بقى تقدروا تشكلوه الشكل اللي انتوا عايزينه. انا دهنت الآلة كده بتاعتي من تحت دهنة زيت بسيطة علشان ينزل معايا بسهولة. وبصوا شكله بيبقى خطير ازاي، حاجة كده بجد في منتهى الحلاوة. بجد مع كوباية شاي بيطلع خطير، طعمه وريحته بجد حلوة قوي. تقدروا تزينوه من فوق بأي مكسرات انتوا تحبوها. بجد طعمه حلو، شكله حلو. لازم تحضروا معاه كوباية شاي لانه هيعجب اصحابكم وحبايبكم، هيعجبكم انتوا كمان. لو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس واعملوا لايك للوصفة، واشوفكم في فيديو جديد.